حملة فدك للعمرة والزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شاهد كل نجوى وموضع كل شكوى وعالم كل خفية ومنتهى كل حاجة، يا مبتدئا بالنعم على العباد، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا جواد، يا من لا يواري منه ليل داج ولا بحر عجاج ولا سماء ذات أبراج ولا ظلم ذات ارتجاج ولا ظلم ذات ارتتاج، يا من الظلمة عنده ضياء، أسألك بنور وجهك الكريم الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وباسمك الذي رفعت به السماوات بلا عمد وسطحت به الأرض على وجه ماء جمد، وباسمك المخزون المكنون المكتوب الطاهر الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وباسمك السبوح القدوس البرهان الذي هو نور على كل نور ونور من نور يضيء منه كل نور، إذا بلغ الأرض انشقت وإذا بلغ السماوات فتحت وإذا بلغ العرش اهتز، وباسمك الذي ترتعد منه فرائص ملائكتك، وأسألك بحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء وجميع الملائكة، وبالاسم الذي مشى به الخضر على قلل الماء كما مشى به على جدد الأرض، وباسمك الذي فلقت به البحر لموسى وأغرقت فرعون وقومه وأنجيت به موسى بن عمران ومن معه، وباسمك الذي دعاك به موسى بن عمران من جانب الطور الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك، وباسمك الذي به أحيا عيسى ابن مريم الموتى
وتكلم في المهد صبيا وأبرأ الأكمه والأبرص بإذنك وباسمك الذي دعاك به حملة عرشك وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون من أهل السماوات والأرضين وباسمك الذي دعاك به ذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت جميعا سبحانك إني كنت من الظالمين. أعيدها سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبت له ونجيته من الغم وكذلك تنجي المؤمنين يا الله. وباسمك العظيم الذي دعاك به داود وخر لك ساجدا فغفرت له ذنبه وباسمك الذي دعتك به آسية امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فاستجبت لها دعاءها. وباسمك الذي دعاك به أيوب إذ حل به البلاء فعافيته وآتيته أهله ومثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى للعابدين. وباسمك الذي دعاك به يعقوب فرددت عليه بصره وقرة عينه يوسف وجمعت شمله. وباسمك الذي دعاك به سليمان فوهبت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب. وباسمك الذي سخرت به البراق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وباسمك الذي تنزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله. وباسمك الذي دعاك به آدم فغفرت له ذنبه وأسكنته جنتك وأسألك بحق القرآن العظيم وبحق محمد خاتم النبيين وبحق إبراهيم
وبحق فصلك يوم القضاء، وبحق الموازين إذا نصبت، والصحف إذا نشرت، وبحق القلم وما جرى، واللوح وما أحصى، وبحق الاسم الذي كتبته على سرادق العرش قبل خلقك الخلق والدنيا والشمس والقمر ب1000 عام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسألك باسمك المخزون في خزائنك الذي استأثرت به في علم الغيب عندك، لم يظهر عليه أحد من خلقك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مصطفى. وأسألك باسمك الذي شققت به البحار وقامت به الجبال واختلف به الليل والنهار، وبحق السبع المثاني والقرآن العظيم، وبحق الكرام الكاتبين، وبحق طه وياسين وكافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، وبحق توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الرسل وبآهيا شراهيا. اللهم إني أسألك بحق تلك المناجاة التي كانت بينك وبين موسى بن عمران فوق جبل طور سيناء، وأسألك باسمك الذي علمته ملك الموت لقبض الأرواح، وأسألك باسمك الذي كتب على ورق الزيتون فخضعت النيران لتلك الورقة، فقلت يا نار كوني بردا وسلاما. وأسألك باسمك الذي كتبته على سرادق المجد والكرامة يا من لا يخفيه سائل ولا ينقصه نائل، يا من به يستغاث وإليه يلجأ. حاجاتكم أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات العلا. اللهم رب الرياح وما ذرأت والسماء وما أضلت والأرض وما أقلت والشياطين وما أضلت والبحار وما جرت، وبحق كل حق هو عليك حق، وبحق الملائكة المقربين والروحانيين والكروبيين والمسبحين لك بالليل والنهار لا يفترون، وبحق إبراهيم خليلك، وبحق كل ولي يناديك بين الصفا والمروة،
وتستجيبوا له دعاءه جميعا. يا مجيب يا مجيب، أسألك بحق هذه الأسماء وبهذه الدعوات أن تغفر لنا يا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أبدينا وما أخفينا وما أنت أعلم به منا، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حافظ كل غريب، يا مؤنس كل وحيد، يا قوة كل ضعيف، يا ناصر كل مظلوم، يا رازق كل محروم، يا مؤنس كل مستوحش، يا صاحب كل مسافر، يا عماد كل حاضر، يا غافر كل ذنب وخطيئة، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا كاشف كرب المكروبين، يا فارج هم المهمومين، يا بديع السماوات والأرضين، يا منتهى غاية الطالبين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ديان يوم الدين، يا أجود الأجودين، يا أكرم يا رسوية، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أقدر القادرين، اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تورث السقم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهوى، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي لا يغفرها غيرك يا الله، واحمل عني كل تبعة لأحد من خلقك، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ويسرا، وأنزل يقينك في صدري ورجاءك في قلبي، حتى لا أرجو غيرك.
اللهم احفظني وعافني في مقامي، واصحبني في ليلي ونهاري، ومن بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ويسر لي السبيل وأحسن لي التيسير، ولا تخذلني في العسير، واهدني يا خير دليل، ولا تكلني إلى نفسي في الأمور، ولقني كل سرور، واقلبني إلى أهلي بالفلاح والنجاح محبورا، وفي العاجل والآجل إنك على كل شيء قدير، وارزقني من فضلك، وأوسع علي من طيبات رزقك، واستعملني في طاعتك، وأجرني من عذابك ونارك، واقلبني إذا توفيتني إلى جنتك برحمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك، ومن حلول نقمتك، ومن نزول عذابك، وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما في الكتاب المنزل. اللهم لا تجعلني من الأشرار، ولا من أصحاب النار، ولا تحرمني صحبة الأخيار، وأحيني حياة طيبة، وتوفني وفاة طيبة تلحقني بالأبرار، وارزقني مرافقة الأنبياء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لك الحمد على حسن بلائك وصنعك، ولك الحمد على الإسلام واتباع السنة. يا رب كما هديتهم لدينك وعلمتهم كتابك، فاهدنا وعلمنا، ولك الحمد على حسن بلائك وصنعك عندي، خاصة كما خلقتني فأحسنت خلقي، وعلمتني فأحسنت تعليمي، وهديتني فأحسنت هدايتي، فلك الحمد على إنعامك علي قديما وحديثا. فكم من كرب يا سيدي قد فرجته، وكم من غم يا سيدي قد نفسته، وكم من هم يا سيدي قد كشفته، وكم من بلاء يا سيدي قد صرفته، وكم من عيب يا سيدي قد سترته، فلك الحمد على كل حال، في كل مثوى وزمان ومنقلب ومقام، وعلى هذه الحال وكل حال. اللهم اجعلني من أفضل عبادك نصيبا في هذا اليوم، من خير تقسمه، أو ضر تكشفه، أو سوء تصرفه، أو بلاء تدفعه.
أو خير تسوقه أو رحمة تنشرها أو عافية تلبسها، فإنك على كل شيء قدير، وبيدك خزائن السماوات والأرض، وأنت الواحد الكريم المعطي الذي لا يرد سائله ولا يخيب آمله ولا ينقص نائله ولا ينفد ما عنده، بل يزداد كثرة وطيبا وعطاء وجودا. يا الله، وارزقني من خزائنك التي لا تفنى، ومن رحمتك الواسعة إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي بكل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة. هذا مصباح العاشر، قال الإمام الحسين. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل نجوى. اللهم ورد في الحديث: من أراد أن يسر محمدا وآل محمد عليهم السلام فليقل اللهم يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، اللهم صل على محمد وآله في الأولين، وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في المرسلين. اللهم أعطي محمدا وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فلا تحرمني في القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. اللهم بلغ محمدا صلى الله عليه وآله مني تحية كثيرة وسلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيبون مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيبون مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. بمقدار دقيقتين أقرأ شوي مناجاة شوي ليلة الدعاء ونستمر إن شاء الله في الدعاء ونهاية المجلس. يا حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت ألا تخيب بين ذيني وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازاة المذنبين وحلمك يكبر عن مكافاة المقصرين وأنا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا وما أنا يا رب وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي ربي جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين بل لأنك يا ربي خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك جميعا 10 مرات يا ربي 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 يا رب
أرحم الراحمين يا 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 أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، مد في عمره الشريف، زين الأرض بطول بقائه. إلهي بمولانا أبي عبد الله الحسين اجعل عواقب أمورنا مع الحسين، لا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا ووفقنا لخدمته والبكاء عليه يا الله. إلهي بالحسين اشف كل مريض، أد دين كل مدين، احفظ شيعة مولانا أمير المؤمنين في جميع أقطار الأرض يا الله. من كان طالب حاجة، من أوصانا، من أوصاني، من أوصاكم بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم يا الله. ارحم اللهم الماضين من آبائنا ومن أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ومن كان معنا في هذا المجلس في السنوات الماضية، اللهم ارحمهم جميعا. احفظ اللهم الأحياء منهم، ألبسهم لباس الصحة والعافية. القائمون بهذا المجلس المبارك، إدارة حملة فدك ومجموع المؤمنين والمؤمنات وبقية الحملات الذين جاءوا إلى كربلاء والذين شاركونا في هذا المجلس المبارك، اللهم تقبل عملهم بأحسن قبولك يا الله. وإلى أمواتهم مع أموات الحاضرين، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.